المغرب والكان الحلقة الخامسة. مصر 1986. من بعد المشاركة الأخيرة في الكان 1980 في نيجيريا بهذيك العناصر الشابة واحتلال المركز الرابع، تولت خيبة الأمل، والمنتخب الوطني المغربي فشل أنه يمشي للمونديال إسبانيا 1982 بعد الخسارة ديالو ذهابا وإيابا أمام المنتخب الكاميروني. من بعد كان الإقصاء من التصفيات المؤهلة إلى كأس أفريقيا 1982 اللي تلعبت في ليبيا عقب الخسارة في الدور الإقصائي الأخير أمام منتخب زامبيا. وغبنا كذلك على كان 1984 اللي تلعبت في الكوت ديفوار بعد الهزيمة في الدور الحاسم أمام المنتخب ديال نيجيريا. تولى المدرب البرازيلي المهدي فريد تدريب المنتخب الوطني المغربي بالموازاة مع تدريبه فريق الجيش الملكي، ونجح في قيادة المنتخب الوطني إلى كأس أفريقيا من بعد إقصاء منتخب الجزائر انتصرنا عليه في المغرب 1-0 وتعادلنا مع في كينشاسا ب0-0. حنا كنعرفوا صعوبة المباريات ضد منتخب الجزائر هناك في كينشاسا. في نفس الوقت فاريا أهل المنتخب الوطني المغربي إلى كأس العالم 1986 في المكسيك، وجات لاكان ديال مصر في بداية 1986. جاء المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية اللي ضمت مجموعة منتخبات القوية، أولهم منتخب الجزائر اللي فاز علينا في لاكان ديال نيجيريا 1980، وقبل ذلك كان انتصر علينا في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد 1980 بالحصة الكبيرة كنعرفوا 5-1 الدار البيضاء و3-0 في الجزائر. كان معنا كذلك المنتخب ديال الكاميرون اللي فاز بالدورة الماضية في كوت ديفوار، وكذلك اللي خرجنا من تأهل إلى كأس العالم 1982 في إسبانيا. والفريق الثالث اللي كان معنا في المجموعه هو منتخب زامبيا اللي فات ليه قصانا وما خلاناش نتاهلوا لاكان ديال 1982. يعني جميع هذه المنتخبات هذه بثلاثه كانت مواجهات بطعم الثأر. مشى المنتخب الوطني المغربي الى مدينه اسكندريه اللي صادفت المباريات ديال المجموعه الثانيه بواحد الجيل ديال اللاعبين الشباب اللي شفنا منهم لاعبين بداو في لاكان ديال 1980 ولاعبين التحقوا لاحقا. كان واحد الجيل ذهبي اللي فيه بادو الزكي، البويحيوي، البياز، خيري، مهري كريمو وحداوي وظلمي، مجموعه من العناصر اللي هي مزيج من اللاعبين المجربين ولاعبين الشباب اللي كانوا صنعوا في 85 التأهل إلى كأس العالم 1986 بعد تجاوز المنتخب المصري وانتصار عليه في الدار البيضاء ب2-0 وتعادل في القاهرة 0-0، ثم تجاوز المنتخب الليبي في الدور الأخير. المباراة الأولى كانت ضد المنتخب الجزائري، المباراة سالت ب0-0، كانت فيها ندية كبيرة وفرص متبادلة من الفريقين حتى شي واحد ما خرج منتصر. الماتش الثاني كان أصعب، كان ضد منتخب الكاميرون حامل اللقب واللي كان بصمع المشاركة في المونديال ديال 1982. المباراة المنتخب المغربي بداها بشكل جيد، كان ميري كريمو سجل هدف السبق الفريق الوطني، ولكن اللاعب روجي ميلا النجم الأسطوري ديال المنتخب الكاميروني منعنا من الفوز وسجل هدف التعادل في الدقيقة 89. وكان روجي ميلا هو وراء إقصائنا من التأهل إلى مونديال 1982 بعد ما سجل لنا في القنيطرة وفي دوالا. من بعد جوج تعادلات كان من لازم علينا أن ننتصر في المباراة الأخيرة، وبالفعل انتصرنا على منتخب زامبيا ب1-0. وفي المباراة الثانية نفس المجموعة الكاميرون انتصرت على الجزائر في واحد المباراة مثيرة ب3-2، وطلعت الكاميرون والمغرب للدور الموالي اللي هو نصف النهاية. مرة أخرى تحكم على المنتخب الوطني المغربي أنه يواجه أصحاب الأرض، سافر من اسكندرية إلى القاهرة لمواجهة المنتخب المصري في استاد القاهرة امام واحد 80,000 متفرج اللي كاملين كانوا مجندين كيشجعوا المنتخب المصري اللي ما بغاش الكان تخرج من البلد ديالو. في واحدة من أغرب الوقائع اللي في تاريخ ديال لاكان، لاكاف أهلت اللاعب طاهر أبو زيد النجم ديال المنتخب المصري في الثمانينات باش يلعب مباراة نصف النهائي ضد المنتخب الوطني المغربي، رغم أنه كان موقوف بسبب حصوله على جوج البطائق الصفراء. الحضور ديال اللاعب طاهر أبو زيد اللي كان موقوف كان مؤثر جدا، وكان هو وراء تسجيل هدف الانتصار في المرمى ديال بادو الزكي من ديك ضربة خطأ الشهيرة اللي كانت على مشارف مربع العمليات. انتهت المباراة فوز المنتخب المصري، والمنتخب المغربي مشى باش يلعب مباراة الترتيب. الفوز ديال المنتخب المصري في الدومي فينال على المغرب من موراه جا 31 سنه ما انتصر فيها المنتخب المصري ولو مره على اسود الاطلس الى ان جاءت لاكان ديال 2017 في الغابون. المنتخب الوطني مشى باش يلعب مباراه الترتيب ضد المنتخب الايفواري ونهزم 3-2، واحد اللقاء اللي المهدي فريد دار فيه تغييرات جذريه على تشكيله المنتخب من الحارس الى قلب الهجوم. انهى المنتخب الوطني المغربي المشاركه ديالو في المركز الرابع، والمنتخب المصري فاز باللقب في الارض ديالو في واحد المباراه ضد المنتخب الكاميروني اللي صارت ب0 لمثله، وتم احتكام ضربات الترجيح اللي فاز بها المنتخب المصري. من بعدها باشهر قليله مشى المنتخب الوطني المغربي الى المكسيك وشرف المغاربه والعرب مشاركه تاريخيه وتاهل تاريخي الى الدور الثاني. الحلقه المقبله ان شاء الله غادي نشوفوا لاكان 1988 اللي استضافها المغرب. شكرا لكم.